بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. بصوا، في البدايه كده انا حابه اقول لكم ان انا كنت شغاله بالليل وما كنتش اعرف ان الاضاءه ممكن تظلم الحاجه بالشكل ده، يعني بامانه والله. بعد الفيديو ده مستحيل ان انت تفكري ان انت تشتري الكرواسون بتاع المدارس من بره مره تانية. النهارده هنشتغل على كيلو واحد من الدقيق. كيلو واحد من الدقيق طلع لنا الكميه اللي انتوا كنتوا شايفينها في البدايه دي. كيلو دقيق، وطالما بنقول معجنات يبقى على طول عندنا خميرة فورية. حطيت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وطالما قلنا خميرة فورية يبقى لازم على طول معلقتين سكر وربع معلقة صغيرة من الملح. بنحط عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر، وعايزة اقول لكم اللبن البودر في المعجنات طعمه حكاية بأمانة، يعني بمعنى الكلمة. بنخلط المزيج ده كله كده مع بعضه، وبعد كده بنجيب، عندي هنا حطيت حوالي نص كوباية من السمنة وبيضة. وطالما قلنا بيضة يبقى على طول باكت من الفانيليا. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي اساسا المفروض ان انا احط بدل السمنة احط زبدة، بس الزبدة انا طلعتها من التلاجة وكنت نسيت اطلعها من بدري فلقيتها جامدة فحطيت سمنة، مفيش اي مشكلة. عندي هنا في الطبق الكوباية اللي أنا حطيتها في البداية دي كوباية من الخض. إيه هو الخض ده؟ الخض ده اللي إحنا بنطلعه من السمنة البلدي وإحنا بنعملها. طب أنا ما عنديش كوباية من الخض يبقى كوباية لبن دافي. طب أنا ما عنديش كوباية لبن دافي يبقى كوباية زبادي. يبقى يا إما كوباية زبادي يا إما كوباية لبن دافي، وبنضيف عليها كوباية من المية الدافية. بنمزج الدقيق بكل المكونات اللي فيه، وبعد كده بنبدأ ننزل بالمية وكوباية اللبن أو كوباية الخلط واحدة واحدة. أنا هستخدمهم كلهم، بس يعني حتة إن احنا ننزل بيهم واحدة واحدة دي يا جماعة، يعني احنا ما بنقولهاش من فراغ. ده علشان العجينة تطلع معاكي مورقة والعجينة يبقى فيها عرق كويس. لكن لو نزلنا بالكمية كلها مرة واحدة ده مش في صالح العجينة خالص يعني. بعد ما حطيت الكمية الكوبايتين كاملين على الدقيق ببدأ ان انا ألمهم كده من الحلة، وبحط في الطبق عندي هنا كوباية من المية الدافية علشان هتساعدني في العجن. انا عندي هنا طبعا الرخامة انا كنت مسحها كويس قبل ما اشتغل، بس برضو عشان حطيت الطبق يدوب بس شوية مية بسيطين كده في ايدي، وبمنديل من مناديل المطبخ بمسحها كده وابدأ بقى اعجن على الرخامة. انا بفضل العجن على الرخامة لان العجن على الرخامة ده بصوا بيفرق جامد جدا في العرق اللي انت بتكونيه للعجينة. حتى لو الدقيق اللي انت شغالة بيه دقيق مش كويس او العرق بتاعه مش كويس، انت بطريقة العجن دي هتعملي للدقيق عرق. بصوا شايفين انا بفرد فيها ازاي، افرد واشد افرد واشد افرد واشد. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا بفضل اعمل في الحركه دي ربع ساعه. ربع ساعه، طبعا ربع ساعه. مش هتستخسر انت بتعملي حاجة في بيتك لولادك، مش هتتضايقي ان انت تعمليها بشكل كويس. ربع ساعة كاملة وانت تشد وتلمي تشد وتلمي علشان تدي العجينة عرق كويس. بعد ما خلصت بحطها في الطبق، والوش كده ببدأ ان انا ادهنه بحط في ايدي بس كده زيت بسيط خالص وادهن بيه الوش، وبكيس الاسترتش الف الطبق واسيبه على جنب نص ساعة علشان يخمر. عما العجينة تخمر معايا هنا بجيب الصاج اللي انا هبدأ ان انا اشتغل فيه وبس، يعني زيت بسيط خالص كده، وابدأ ان انا افرده بالفرشة زي ما انتوا شايفين. نبدأ هنا بقى نجهز في الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا هتبقى عبارة عن جبنة قديمة. عايزة اقول لكم ان والله العظيم الجبنة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عندي انا عاملاها من الشتاء اللي فات، من الشتاء اللي فات وانا عاملاها. وطبعا انا كنت منزله لكم فيديو عن طريقة عمل الجبنة الجديدة والجبنة القديمة، وازاي ان احنا نحول الجبنة الجديدة لجبنة قديمة. الفيديو موجود عندكم في القناة اللي حابب ان هو يشوفه. في البداية كده أنا بمسح الرخامة بمعلقة من الزيت، معلقة بسيطة خالص، ودي بتقبل أول مرة بس، يعني أول مرة وأنا بشتغل في العجينة بمسح
الرخامة بالزيت. بعد كده خلاص ما عدتش همسح بزيت تاني. بجيب قطعة من العجينة، قطعة مناسبة. يعني الحجم اللي انتوا شايفينه اللي انا قطعته ده حجمه مناسب جدا لحجم الكرواسون اللي احنا هنعمله. هبدأ ان انا افرده كده بالنشابة زي ما انتوا شايفين النشابة اللي انا شغالة بيها دي. يعني انصحكم بيها بصراحة لان هي سريعة وبتفرد معايا العجينة بشكل مريح جدا، وما بتاخدش معايا اي وقت خالص. انا هنا مبطئة الفيديو بقى علشان اوريكم بشتغل ازاي بالظبط يعني. ببدأ ان انا اجيب هنا الزبدة بتكون خلاص فكت معايا. ابدأ ان انا اجيب قطعة مناسبة من الزبدة وادهنها على الوش كله. طيب في ناس يا جماعة بتجيب العجينة كلها، يعني كل العجينة اللي انتي عجناها وتفردها مرة واحدة، وتبدأ تحط فيها زبدة وتقفل وتلم وتقفل وتفرد، وبعدين تفرد تاني وتحط زبدة وتقوم تلم وتفرد، وتفضل تقعد شغالة بهذا الوضع كذا مرة. قال ايه يعني، معلش في الكلمة، بيقولوا علشان تورق. ولا بتورق ولا كاني ولا بصي امشي بس بالطريقة اللي انا شغالة بيها دي. انا شغالة في الكلام ده من سنين، وانا يعني من الناس اللي عندها هواية المطبخ دي. ما بشتريش حاجة من بره نهائي خالص والحمد لله يعني، غير المستلزمات اللي انا شغالة بيها. امشي بس بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، وهتشوفي قد ايه هي مورقة معاكي، وقد ايه هي مش معجنة معاكي خالص، وهشة وجميلة وزي الفل. بعد ما بنفردها زي ما احنا قلنا، بنبدأ نقطعها 4 تربع، وكل ربع بنقطعه ل3. يعني 4 تربع، وكل ربع بنقطعه ل3 قطع. وبعد كده من النص كده في الأطراف، عند كل قطعة ببدأ أشد حتة صغيرة خالص بالسكينة، علشان الحتة دي هتساعدني وأنا بقفلها. بصي بقى، بجيب الجبنة، وببدأ أحط على كل قطعة. يعني بصوا دي يعني حاجة علشان تسرعي، بدل ما تقعدي تحط في قطعة وتقفلي وتلمي، لا دي امشي بس بالطريقة اللي أنا شغالة بيها دي، هتلاقي نفسك ما أخدتيش وقت خالص وانت بتعملي قطعة العجينة اللي انت عجناها كلها. اهو شوفي بقى الحتة اللي انا قطعتها من الطرف دي بتساعدني على اني بجيب الطرفين واقفل. بتجيبي من الطرفين خالص وتقفلي بشكل كويس، علشان العجينة لما تخمر وتدخليها الفرن، الحشوة اللي معاكي جوه ما تفكش او تطلع بره العجينة خالص. دي نقطة تانية. وانتي بتلفي يا جماعة، وانتي بتلفي يعني بصي لاحظي كده ان وانا بلف بشد العجينة وانا بلف، علشان ما تبقاش تخينة معايا. يعني كل ما بلاقيها تخينة قدامي بقوم شدة وانا بلف، واقوم مكملة لف، اشد واقوم مكملة لف. اتمنى ان انتي تكوني فاهماني في النقطة دي وتركزي فيها وانا بعملها. هتلاقيني بقفل من الطرفين واقوم شدة والف، اشد والف. لما بلاقيها تخينة قدامي بقوم حاطة صباعي كده من قدام علشان العجينة تشد معايا، وببدأ ان انا الف. طبعا انا هلف الكمية كلها وبعد كده ارجع لكم. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة بالنسبة للناس الحشوة الجبنة. بصي، في ناس بتحط على الجبنة زيت، وفي ناس بتحط عليها سمسم، وناس بتحط حبة البركة. عايزة اقول لكم ان اي حاجة يا جماعة من الحاجات دي رجاء بلاش. ليه بقى؟ لان هي بتنشف لي الكرواسون من جوه. عندي هنا بجيب علبة كده من اللي بتتقفل، وبحط فيها حبة البركة وسمسم، والخبطهم كده، امزجهم مع بعض وبسيبهم على جنب. دي هنستخدمها بعد ما العجينة تطلع معايا من الفرن. عندي هنا الفنجان الاولاني فيه 3 معالق من اللبن، وبجيب بيضة في الفنجان التاني، باخد يدوب هي نص البيضة فقط. انا يدوب شغالة على كيلو، نص البيضة هتكون كافية جدا بالنسبة لي. انا ما بحبش البيض كتير قوي، علشان ما يبقاش ريحته زفرة في العجينة. طالما حطيت بيض بحط حاجة من يعني نقطتين كده من الفانيليا، وببدأ ان انا اقلبهم مع بعض كويس وامزجهم، وادهن بيهم وش العجينة.
أنا عايزة أقول لكم إن أنا بس بعد ما خلّصت العجينة، كنت رُحت أنيّم بنتي، فعلى أمّا نيّمتها ورجعت لقيت العجينة خمرت، ولكن أنا الخطوة دي بافضّل إن أنا أعملها بعد ما باخلّص لَف العجينة مباشرةً. ليه بقى؟ لإن أنا بعد ما باخلّص لَف العجينة على طول وأدهنها وبعد كده أحُط السمسم وحبّة البركة، باحب أثبِّت السمسم وحبّة البركة بإيدي كده، بطرف إيدي من فوق أثبِّتهم، أضغط عليهم كده من فوق على الكرواسون علشان يثبتوا. لكن أنا طبعًا كده خلاص العجينة خمرت معايا، ما أقدرش أعمل الحركة دي دلوقتي. عندي هنا فنجان حطيت فيه شوية مية وشوية من الزيت والفرشة وهسيبهم على جنب. طلعنا هنا الكرواسون من الفرن. أول ما يطلع من الفرن أبدأ على طول بالزيت والمية الممزوجين مع بعض والفرشة وانزل عليهم واحدة واحدة. ممكن استخدم في الحالة دي بخاخة. عايزة اقول لكم ان انا عندي البخاخة بتاعة الزيت والبخاخة بتاعة المية. جربت استخدم دي مرة وجربت استخدم دي مرة، لا دي نافعة ولا دي نافعة. دي يا اما بتنزل الزيت بس ودي يا اما بتنزل المية بس. عشان كده انا بفضل ان انا استخدم في الحالة دي الفرشة هي افضل حل. وبعد كده ببدأ ان انا اطلع الكرواسون من الصاجة واحطها في طبق. زي ما انتوا شايفين كده الطبق يكون مفتح شوية علشان ما يعرقش الكرواسون ويعجن معايا. ببدأ ان انا احطه بالشكل ده كده، واجيب فوطة نظيفة من فوط المطبخ واغطيه واركنه على جنب. طبعا انا لما استخدمت المية بالزيت، الزيت بيخلص معاكي بيمسك في الفرشة بشكل اسرع، فبتقومي مزودة شوية زيت تانيين علشان الصاجة التانية اللي طالعة. وبتبدأي ان انت تدهني وتخلصي الكمية اللي معاكي كلها مرة واحدة. الفرن درجة حرارة الفرن بتبقى متوسطة على 170. بتشغلي من تحت الأول وبعد كده بتقومي مشغلة الشواية من فوق. بصوا بقى، يعني شايفين كيلو واحد طلع لنا كمية قد ايه؟ شايفين هي من جوه مورقة والجبنة ظاهرة فيها قد ايه، بالرغم من ان كنت بحط قطعة بسيطة جدا. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني وشكرا.